السلام عليكم. مرحب بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم حنعمل مع بعض إن شاء الله البيتي فور بالسمنة بناء على طلب الأخت سعاد سليمان اللي بتقول إنه دايما البيتي فور بيفرش معاها وما بيطلع مضبوط. فالوصفة حتكون طويلة شوية بس فيها تفاصيل مهمة لكل واحدة عايزة تعرف الوصفة الصحيحة والمقادير المضبوطة للبيتي فور اللي بيطلع جميل وشكله متناسق. نشوف مع بعض المكونات والطريقة. عندنا كوب سمنة حوالي 250 جرام. السمنة تكون مبردة، لا هي جامدة ولا هي سايحة. معاها كوب سكر بودرة، ونخلط في المرحلة دي بالمضرب اليدوي أفضل من استخدام المضرب الكهربائي، عشان ما عايزين ندخل كمية كبيرة من الهواء ودي بتخلي البيتي فور يفرش بعدين. هضيف حبتين من البيض، حبتين بيض متوسطات. هأخلط لغاية ما البيضة تختفي تماما. بعدين هنزل البيضة التانية معاها نص ملعقة صغيرة فانيليا ورشة بسيطة من الملح. هأخلط مرة تانية لغاية ما البيضة التانية تختفي كمان. بعد كده هضيف النشا. النشا هنا يفضل انه يكون نص كوب، لانه كنت بستخدم كوب كامل بس النتيجة بتكون افضل لما استخدم نص كوب من النشا. ممكن كمان بدل النشا نعمل كاسترد. بعد كده هضيف الدقيق. الدقيق هنا انا هضيفه على مراحل. كل الكمية اللي انا استخدمتها عبارة عن 3 اكواب اللي هي 450 جرام من الدقيق. هضيفه على مراحل، والأفضل إنه نضيف شوية شوية نخلط لغاية ما الكمية تختفي. بعدين ننزل الكمية التانية وهكذا لغاية ما نتخلص كل الكمية بتاعت الدقيق. بعدين هنضيف كمان البيكنج باودر. يفضل إنه البيكنج باودر ما تزيد عن نص ملعقة صغيرة، عشان لو بقت كتيرة كمان ممكن البسكويت يفرش والوصفة ما تنجح. الدقيق قلنا ننزله تدريجيا عشان نتحكم في القوام بتاع الدقيق. طيب أنا في الأول أضفت كوبين، بعدين أضفت نص كوب، بعدين هستخدم ربع الكوب للإضافة، قلنا عشان نتحكم في القوام. هنا يفضل إنه أنا أعجن بيدي عشان أتأكد من القوام المطلوب وأعرف إنه وصلت للدرجة اللي أنا عايزاها. هضيف شوية شوية زي ما قلنا، وكل ما شفنا العجينة لينة شديد نضيف شوية دقيق. بعد ما نخلص إضافة الكمية كلها تحت الدقيق، وطبعا هنا عايزة أقول لكم أوضح نقطة مهمة، إنه حجم البيض بيفرق في إضافة الدقيق. يعني كل ما البيض كان كبير هنحتاج كمية دقيق زيادة، والعكس هو الصحيح. بعد كده هنشتغل طوالي على العجينة، ما هنخليها ترتاح أبدا. التشكيل طبعا في خيارات كثيرة للتشكيل. عندنا أول خيار هنستخدم المكنة بتاعت المكبس بتاع البيتي فور. هنعبي الأسطوانة بالعجين، بعدين نشكل بالشكل المرغوب، نضغط ضغطة خفيفة عشان الشكل يطلع مظبوط. فزي ما شايفين أنا شكلت بالمكبس، وحنخبز لمدة 20 دقيقة على 180 درجة. الفرن يكون مسخن مسبقا، والصينية تكون في النص في الوسط. بعد كده بعد ما طلعناها من الفرن هتكون كده جاهزة. بعد كده طريقة تانية للتشكيل، طبعا ممكن نستخدم كيس الحلواني، بس أنا لقيت إنه كيس الحلواني خلصان عندي فاستخدمت القمع. هعبي القمع بشوية عجين،
هعبي القمع بشوية عجين، بعدين اضغط لغاية ما يطلع ويتشكل. بعد كده ممكن اضغط بإصبعي عشان اخلي مكان للحشوة او التزيين. طيب بنفس الطريقة هأشكل الصينية كلها ونخبزها بنفس الطريقة 180 على 20 دقيقة. بعد كده دي العجينة اللي بتكون فاضلة. كل ما قعدت العجينة كتير برا حتنشف او تجف وتكون متماسكة، ما حنقدر نقطعها بالمكبس او بالكيس الحلواني. حنقوم نمد العجينة نفردها ونقطعها لأي شكل احنا عايزينه. ده الشكل اللي انا شكلته، حلقات زي ما شايفين، شكلها زي الدونت. فحنزلها بالراحة في الصينية عشان ما تتكسر وشكلها يتغير. حنخبز الصينية بنفس الطريقة، وبكده بيكون فاضل بعد الخبز التزيين. هستخدم للتزيين المربى والحبوب الفورماسيل. طبعا التزيين هو حاجة مفتوحة على حسب الذوق وعلى حسب الحاجة المتوفرة. ممكن مكسرات، ممكن حاجات تانية غير المربى، ممكن شوكولاتة، حاجات كتيرة. فالتزيين حاجة مفتوحة على حسب الذوق. طيب لغاية هنا وصفتنا خلصت. بس نقول الملاحظات الأخيرة، إنه التعامل مع السمنة بيختلف من التعامل بالزبدة. طبعا نفس الوصفة دي ممكن نعملها بالزبدة، بس عشان الزبدة فيها نسبة من الموية أو نسبة من السائل، فبتخلي إنه الوصفة تنجح بكل الحالات، يعني نادر ما تفشل بالزبدة. أما السمنة عشان بتكون جافة ما فيها سوائل، بتكون معاها التعامل معاها شوية حساس، يفرق عن الزبدة. عشان كده نخلي بالنا ونشوف المقادير كويس والطريقة كويس عشان تنجح معانا الوصفة. تانيا قلنا حجم البيض بيفرق، انه كل ما البيض كان حجم كبير نزود الدقيق عشان العجينة ما تكون لينة شديد وتفرش. كمان ما نزيد في البيكنج باودر، ده برضو بيخلي الحاجة او بيخلي البسكويت يفشل ويفرش. فدي كل الحاجات اللي انا عارفاها على حسب تجربتي مع البيتي فور. اتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولغاية ما اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، ما تنسوا لو ما مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوا الاعجاب والمشاركة. واشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، في امان الله، مع الف سلامة.